احنا اليوم متجهين الى فيفا مع شاعرنا المخضرم مجيب الرحمن ابو مجلي، الشاعر القدير المشهور المعروف. ومعنا الاخ ابو محمد والاخ ياسر، حياكم. تخلينا هذا الحين يجيش نشاط رسول الله ما ادري لا لا، نبغى بالمناسبة هذه تقولنا القصيدة حق اللي احرجوك فيها وفي صنعاء وكان في حضور الجنس الناعم وما كان عندك خبر وكذا، وألحوا عليك في قصيدة غزلية فأعطيناها وخلنا نسمع الجمهور. الغدو هذا حضرنا أمسية، كان الحضور كله نساء، يعني يمكن 1000 مرة. نعم. واحرجنا المقدم الموسيقى قال ما بلاش في قصيدة غزلي، بعد ادينا السياسي ادينا اجتماع قال زيد 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 زيد. ابو مجلي ما عنده الا سياسي، ما يبغاش غزل. قلت له كان شو بدك؟ قال غزلي. يا خبيث يا ذاك، قال ما بلا ضرورة. نعم. ذكرت 7 أبيات قال اللهم صل وسلم عليه. دقت علي وقالت يا مجيب هواك هواك، يا نور عيني ويا حظي ويا بختي. بختي سعادتي يا حبيب القلب حين القاك، وفرحتي عندما اقضي معك وقتي. طرفي ولو هو مغمض دائما بيراك، ولا تفارق خيالي صورتك صنتي. حبك جرى في شراييني بدون اسلاك، في نظرتي بل وفي نطقي وفي صمتي. انت السبب في وجودي، كيف ازيد انساك؟ نظره وبسمه وكلمه كل ما نشتي. كلام سبب لي الدهشة على الارباك. شعرت كني ببحر افكارها حوتي. قلبي طلع للفضاء يسبح مع الافلاك، قد كنت اشوف الثريا والقمر تحتي. قلت استحي عيب مالش شاربه تنباك، ماذا تريدي؟ من جيتي؟ من اين انتي؟ قالت اكيد ما عرفت اللي بتتمناه. شوف الرقم، شفت وين هذا رقم بيتي. ام العيال لا، ذهب فكري هنا وهناك، وفي الاخير كان هذا المتصل بنتي. الله اكبر الله اكبر. صح لسانك.